السلام عليكم. أنا كنت عايزة أشارككم على المحاضرات اللي أنا حضرتها. أنا مش باقول ريفيوهات كتير، فممكن يبقى كلامي مش مترتب أو متلخبط. بس أنا حابة أقول رأيي. الموضوع كان أصلًا بالنسبة لي كَم معلومات رهيب أنا خدته. كَم حاجات عرفتها كتير جدًا، جدًا، جدًا. آمم، كَم المعلومات اللي مش نظري، يعني مش بنقرا من كتاب بقى، مش حد ماسك كتاب وعمّال يقول لك 1، 2، 3، 4 بعناوين، واللي هو الكلام الأكاديمي اللي بعد ما بنخلّص إحنا مش بنبقى عارفين ماشي وبعدين هاعمل إيه بقى دلوقتي؟ يعني ماشي بعد ما أخلّص دلوقتي هاعمل إيه؟ يعني ما في لأ، كلام عن حد إيه، ممكن يعني في حد مشهور كده على السوشيال بيقول لك إيه، حد وسّخ إيده. فأنت بتاخد المعلومة من حد هو اشتغل بإيده فعلًا، وبيقول لك هو عمل إيه، بيقول لك خبرته إيه، بيقول لك إيه اللي نجح معاه، بيختصر عليك الطريق. يعني كده أنا مؤمنة بفكرة إيه، إن أنت الطريق هتوصل بقى في فيديوهات على اليوتيوب، في داتا في كل حتة، بس هتوصل في قد إيه، الوقت اللي أنت هتدفعه ده له قيمة، فأنت هتبذل يا وقت يا فلوس، دي حاجة أنا مؤمنة بيها. ففكرة اختصار الطريق، فكرة أنا عندي حاجة أهم من إن أنا أعرف أنا هاعمل إيه، إن أنت تقول لي إيه الأخطاء اللي أنا ما أقعش فيها، إن أنت تقول لي خلّي بالك من الحتة دي، لإن خلّي بالك من الحتة دي، دي ممكن توقّعك في مشكلة كبيرة جدًا، ممكن توقّعك في خسارة كبيرة جدًا. فخلّي بالك دي ما بتتعرفش غير من حد جرّب بإيده، حد عنده خبرة. اللي هو انت ايه، مش بيقول لك لا اصل انت هتنقل المنتج وهتروح السعوديه وفي السعوديه بقى تبتدي تعمل الاعلانات. لا، هو قال لك قبل لما تودي المنتج السعوديه تعمل تيست على الاعلان هنا، جرب وشوف، لكن مش تخسر الخساره دي كلها وبعد كده تجرب. الباكج، يعني فكره ان انا اصلا ممكن المنتج او البرودكت بتاعي افقد كذا واحد لمجرد بس ان الباكج فعلا متقطع، دي مش هعرفها غير لو جربت مره ووديت المنتج والباكج اتقطع وانا ما كنتش بعت باكج زياده، زي ما انتوا قلتوا ان احنا بنبعت باكج زياده. التفاصيل الصغيره، الحاجات الصغيره اللي هي صعب ان انت تلاقيها اصلا وصعب ان هي تتقال. وفي ناس بتستخسر ان هي تقولها برضو في النهايه حتى لو انت واخد الكورس. في نقطه تانية ان انت عاده لما بتاخد كورس معين تيجي تسال على حاجه تانية، مثلا ان انا مثلا بسال على حاجه معينه في الاعلانات، فبيترفض ان هو بيتقال لك لا انت مش احنا كورسنا مثلا على الكونتنت مش هنتكلم على الاعلان، او كورسنا مثلا على كذا مش هنتكلم على حاجه تانية. لا، الموضوع معاكم اللي هو ايه، اي حاجه عن المعلومات بتتقال كلها. مفيش حاجه اسمها ان انا لا مش هقول لك الحته دي او الحته دي مش خاصه بالجزء ده، فانا هبخل عليك بيها. لا تماما، اي معلومه بتتقال وبتتقال من القلب وبتتقال باستفاضه، يعني مش بنقول المعلومه بقى باقتضاب واللي هو انا برمي لك كده جملتين عشان اسكتك وخلاص. لا، بيتقال باستفاضه بكل الحاجه اللي ينفع ان انا اعرفها عنها وكل المعلومات اللي عندكم بتشيروها. انا فاكره ان انا حتى لما طلبت، كنت عايزه تاجر عشان من اسكندريه، فكنت عايزه حد جمله اعرف ان انا اتعامل معاه او اجيب البرودكت اللي انا اقدر اشتغل برضو عليها من اسكندريه. فلقيت شروق على طول، يعني انا توقعتش ان هي تهتم، يعني انا توقعت ممكن اي حد مثلا من الجروب يبعت لي مثلا حد عارف او حاجه. لا، انا لقيت هي شروق بتقول لي لا استني وهبعت لك، وراحت بعتالي فعلا. احمد طبعا مش هتكلم محترم ازاي، وكم المعلومات وكم الخبره اللي عنده، وكم اللي هو ايه، لا لو وقعت في كذا بص هتعمل كذا، في حركه بقى ايه زي ما هو بيقول، في حركه بقى اصيع هقولها لك، في بقى حركه اصيع منها هقولها لك، اللي هو ايه، ورا بعض ورا بعض ورا بعض، كم حاجات عمرك ما هتعرفها اصلا ولا عمرك هتجمعها، وهتبقى محتاج سنين طويله جدا 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 عشان توصل لها. بتوصلك كده بسهوله وبتتقلك على طول وبتتقلك كل حاجه اصلا يعني. مش عارفة، يعني يا رب أكون أصلا يعني قلت جزء من حقكم، وشكرا جدا بجد.